السلام عليكم احبابي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اكيد المهم الا دخلتوا لهذا الفيديو غادي تكونوا يعني مفقوسين بزاف، يعني بحال مفقوسه انايا وكالمغاربه كاملين، يعني على هاد الفاجعه اللي وقعت في سلاف حي الرحمه. الصراحه ضرتنا بزاف، وكنطلبوا الله يعني بالليل وبالنهار انه يحصل المجرمين في اقرب وقت ممكن. بغيت نوضح لكم شي حوايج اللي هما مهمين. اولا بعدا بالنسبه للجديد والتطورات ديال الجريمه ديال حي الرحمه بساله، راه ما كاين لا جديد لا حتى شي حاجه، يكذب عليكم الكذاب. تبقاو تصدقوا يعني دي فيديو مغلوطين وتدخلوا ليهم، راه يعني غير كيكذبوا، راه ما كاين لا جديد لا حتى شي حاجه. علاش؟ لان الامن المغربي يعني والسلطات وكاع الناس اللي يعني مشتركين في هذا البحث هذا ديال الجريمه، يعني كيحرصوا على ان هذا الشيء يبقى سري، باش حتى معطيات ما يخرجوا لعند الناس او افراد العصابه او المجرمين اللي داروا هذا الشيء، وبالتالي يفروا او لا يهربوا او لا يديروا يعني شي تصرف. دونك هذا الشيء، هاد لونكيت راها سريه، وما كاين لحد الان بور لو مومون حتى شي جديد. دونك ما كاينش الجديد. بغيت نجاوب الناس اللي كيقولوا لي في لي كومونتير، خلاو لي في لي كومونتير بانني واش انا صحفيه. انا ماشي صحفيه اختي، انا ماشي صحفيه خويا، انا فقط مغربيه محطمه بهاد الجريمه اللي وقعت واللي بقاو فيها هاد الناس بزاف. اكثريه بنادم كنظن ملي كيكون مجرب الاحساس ديال الامومه، يعني وهذوك الوليدات الصغار ملائكه مساكن ماتوا، ومواكبه معكم هاد الحدث هذا. اما انا القناه ديالي متخصصه في كل ما هو متنوع، يعني كطبخ سريع، دروس في اللغة الفرنسية للمبتدئين، فلوغات، يعني تقديم آلات والفونكسيونمون ديالهم. أنا نهائيا بتاتا ماشي قناة إخبارية، غير راني مواكبة معكم هذا الحدث. وأقسم لكم بالله إلا ما كنجي نكمل المونتاج